أهلا بكم متابعينا. تسريبات حصرية للحلقة السادسة من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. الكارثة وقعت، فزاع لم يعد يهدد من بعيد بل أصبح داخل عرين الأسد. في نهاية الحلقة الخامسة شاهدنا فزاع يقتحم البيت، والأسئلة الآن تحرق عقول المتابعين. ماذا سيفعل فزاع بقمر والعمة وهما وحيدتان؟ وهل سيعود شاهين ورشة في الوقت المناسب قبل وقوع الفأس في الرأس؟ تابعوا معنا تسريبات الحلقة السادسة لأن القادم مرعب. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي، وننطلق إلى التفاصيل. بداية ملخص للحلقة الخامسة. بدأت الحلقة بتوبيخ شديد من الضابط لزاهر بسبب فشله في تأمين عملية نقل فزاع وهروبه بعد كمين مسلح. الضابط حدد زاهر بالتحقيق إذا لم يقبض على فزاع مجددا. تحالف فزاع والشيخ رشاش، وملاحقة فزاع لشاهين ورشة بعد أن أخبر مبروك فزاع بمعرفته لمكان سكن شاهين ورشة في المدينة. أيضا احتفالات الديرة والشكوك في الديرة. أقام الشيخ صقر سمرة واحتفالا ظنا منه أن فزاع أصبح في السجن وسينال جزاؤه، بينما كانت حسنة تشعر بالقلق على أخيها مساعد الذي غادر للغربة. أما عن توقعات الحلقة السادسة بناء على الاقتحام والتفاصيل، التوقع الأكبر هو أن فزاع سيأخذ من قمر والعمة رهائن داخل البيت، لا يقتلهما بل سينتظر عودة شاهين ورشة ليذلهما ويجبر شاهين على تسليم نفسه أو دفع ثمن باهظ. قد يقوم فزاع بالاتصال بشاهين وهو في الفندق مع رشة ويسمع صوت صراخ قمر أو العمة، مما يجعل شاهين يفقد أعصابه ويعود مسرعا ليقع في الكمين الذي نصبه فزاع والشيخ رشاش له في المنزل. لكن من المتوقع أن تكون رشة دائما ما تكون هي العقل المدبر. قد تلاحظ رشة عند عودتها للبيت أن قفل الباب مكسور أو أن هناك حركة غير طبيعية، فتمنع شاهين من الدخول وتطلب الدعم من الضابط زاهر أو مراد قبل فوات الأوان. إذن الحلقة السادسة ستكون حلقة مواجهة وجها لوجه بين شاهين وفزاع داخل البيت، فمن سينتصر؟ أيضا سيتم طلب التعزيزات من الأمن والإبلاغ عن فزاع. تفاصيل جديدة بفيديوهات قادمة إن شاء الله. لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك توقعاتكم أنتم للحلقة القادمة. على أن نلتقي بفيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.